السلام عليكم. غادي ندير لكم قصتي بلا مقدمه ولا مؤخره. من بعد ما كملت القرايه في الليسي شدينا العطله، وكما كتعرفوا العطله في المغرب كتجي مع الوقيته ديال الصيف. ما كاين غير التبحار والنعاس والتفرويح والتيتيس وداك الشيء الاخر. ولكن هذا الصيف ما غاديش يدوز كما كتموقع. في كل عطله ديال الصيف كتجمع العائله في الدار عندنا، حيت حنا ساكنين مع جدي. داكشي علاش اللي كاين في شي قنت كيجي عندنا للدار ديال جدي، وكندوزو العطله مجموعين وكل مره فين. وكان كيعجبني هذا الجو بزاف، خصوصا ملي كيجي واحد ولد عمي. كنتشابه انا وياه في بزاف ديال الحوايج، وكنا حنا هما المساخيط ديال العائله. فيما كانت شي مصيبه كتلقانا فيها. مي هو زيد عليا نغصه، حيت هو مآمن بالجن بزاف، وكان كيقرا على ما وراء الطبيعه وتحضير الارواح. وملي جا هو فار عليا مخي بهذا الشيء، وبلي يقدر يحضر الجنون. المهم فاش قالها لي بقيت كنخرع عليه بالضحك. قلت ليه اش من جنون ولا استحمص، ولكن غادي نهجرو في الاخر. الغد ليه فقنا فطرنا مع الدار، من بعد لبسنا الشورطات ومشينا للبحر. تكون ديك 10 هكاك. ما دخلنا للدار حتى جات 8. جينا عيانين وميتين بالجوع، دوشنا وخشينا في وجهنا. من بعد الدار خرجوا يدوروا شويه، وحنا مع العيا بقينا في الدار وقلبناها البلاي. بقينا كنشخدو وبقينا مقصرين شويه. هو يقول لي اش بان لك نخرجوا شي جن في هذا الليل، وانا نقول ليه ملي جيتي وانت فخر عليا راسي في هذا الموضوع هذا، حط المانيطه وبين ليا. وانا نقول ليه الله السي الفقيه، وكون غير بقيت ساكت وسديت فمي. ولكن الزعامه خايبه. قال لي تسنى. مشى جاب الشمع من الحانوت وشد واحد الورقه، بدا كيزمن فيها. من بعد جاب سلافه حطها فوقها واحد الشمع وطفى الضو. قال لي الا شفت شي حاجه ما تخلعش وما ندير حتى شي حركه. وانا كنضحك عليه في خاطري وكنقول في راسي واش هاد ولد العبد من نيته. من بعد بدا الطقوس ديالو، وشي شويه سمعت بحال الصوت ديال الباب تحل. مي ما تيقتش، قلت غير البرد اللي حلو ولا غير كنت خايل. ولكن حسيت بواحد الاحساس غريب. الزغط ديال يدي وقف، مي مبينش الرشيد باش ما نبانش خايف. ما حد الوقت كيدوز ورشيد كيقول شي هضره في شكل ما فهمت والو. بقيت شحال وانا كنسمع وكنتصنت اش كيقول، وانا نفهم باللي كيقرا القران بالمقلوب. شي شويه بانت ليا الزلافه كتحرك ناري امي، وبديت كنحس باللي شي حاجه ماشي نورمال. شويه هو ينطق رشيد وقال بان لينا راني عارفك هنا. هذه هي الكلمته اللي قال. من بعد وهي تقلب الزلافه والشمع طفى في هذه اللحظه. بديت كنحس بالارض كدور بيا، وقلت الا بقيت هنا غادي نموت بقوه ديك الخلعه اللي حسيت بها. وكانت اول مره جمعت الجريه ودرت داكشي اللي قال لي رشيد ما نديروش. هربت تما بدا الضو كيشعل ويطفى. شويه كنحس براسي بحال ضربني شي كاميو وتلاحيت مشي جرف وبقيت كنتركل. اخر حاجه عقلت عليها هي صوت ولد عمي انس فيق. من بعد غيبت، وملي فقت في الصباح لقيت رشيد حدا راسي هو والوالده، عينيها حمرين بالبكا. شفت في ولد عمي هو يغمزني باش ما نقول والو، حيت فاش جاو الدار ولقاوني مغيب قال لهم شي يجيب ما ناكلو هو يطيح ويغيب. قلت للوالده ما تخافيش راه غير مع العيا وصافي، وقلت ليها فيا الجوع. بغيتها تمشي باش نبقى غير انا ورشيد، حيت فاش فقت الصباح لقيت جنبي زرق وعاطيني الصداع بزاف. مشات للوالده وانا نسولو اش وقع البارح. وجهه رجع صفر والدم مقطوع فيه. قلت ليه مالك صاحبي، واش دخلتك الموت؟ دوي قول لي شنو وقع ليا. قال لي داكشي اللي وقع ليك البارح غير شويه بزاف. قلت ليه كيفاش غير شويه بزاف؟ قال لي البارح فاش هربتي راك بحال تحديتي داك الجن اللي خرج، ودابا ما غاديش يتفرق منك، وعندك جوج حوايج، يا اما غتنتحر ولا غتصدى.
ملي سمعت هاد الهضره برد ليا الماء في ركابي، مبقيت عارف اش نقول ولا اش ندير. شويه وهي تعيط ليا الوالده باش نفطرو. مشينا، انا ما عنديش منين ندوز ليا، وبقيت جالس وساكت، وكل شي جاتو عجب حيت موالف ديما ناشط. ولكن الهضره ديال رشيد زرعت فيا الرعب. من بعد نضت ومشيت ندوش، طلقت السخون وبديت كنغسل. شويه غمضت عينيا وترخيت، ومني بغيت نحلهم والو ما بغاش يتحلوا. عينيا بقاو مسدودين، ومبقيتش قادر حتى نتحرك شي 5 دقايق وانا مكوانسي. شويه بدا كيشعل ليا الضوء في عينيا، بديت كنحل عينيا بالزز. ما حليتهم وانا نشوف واحد المنظر اللي ما تمناهش اليهودي. شفت واحد المراه لابسه الابيض وشعرها مشعكك، وملي ضربت ليها على رجليها لقيتها عندها الرجلين ديال الماعيس. مع شفت داك الديكور ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي في بيتي. حتى الدار ما فهموا والو. دزت قدامهم كيتزاوق، بقيت متكي في بلاصتي وانا نسمع الوالد كيقول الوالده نوضي شوفي مالو، وهو يقول ليها رشيد غير خليك انا غنطلع عليه. جا عندي وانا نعاود ليه على المشهد اللي شفت. هو يقول لي شنو هو وكيفاش حتى باقي انت دابا بعقلك، كون كان شي حد في بلاصتك كنت سطا. هو يقول لي انا هو السبب، اسمح لي والله كون كنت عارف هادشي غيوقع والله ما نديرو. قلت ليه صافي يا صاحبي بلا ما تقلبها دراما، دابا واش كاين شي حل هاد المصيبه ولا نمشي نهضر مع الدار؟ قال لي صبر واحد السيمانه، هاد السيمانه غدوز كحله. النهار الاول داز عادي من غير داكشي اللي شفت في الدوش، ولكن في الليل ما نعستش. بديت كنحلم شي حلمات ما عرفتش واش داكشي واقعي ولا غير احلام. وملي فقت لقيت راسي مزيق وما حاملش راسي. الدراري غادي يفهموا علاش، ما علينا. مشيت دخلت ندوش، مي هاد المره ما وقعش ليا بحال البارح. دوشت عادي واخا كنت مخلوع في الاول، ولكن زعمت لا غد ليه الدار كانوا دايرين واحد الخرجه الازمور غيدوزو شي يومين. وقررت انا ورشيد نبقاو في الدار باش نشوفو شي حل هاد الحريره. في الاول جاتهم في شكل كيفاش ما بغيناش نمشيو معاهم، ولكن قدرنا نقنعوهم بلي عندنا شي بروغرام وما خصناش نفلتوه. المهم خلاو لينا شي لعيبه ديال الفلوس ومشاو. داك النهار بقينا كنقلبوا في الانترنت على شي حل، ولكن والو. من بعد رشيد عيط ليه باه باش يمشي يقضي ليه شي غراض في الرباط، ووعدني باش غيجي في الصباح. وبقيت انا بوحدي في الدار، وقلت ليه غير سير ما تخافش عليا، راه كاينه الوناسه. المهم مشيت معاه حتى لاكار باش يركب، وملي كنت راجع مشيت للكورنيش وبقيت مريح وكنخمم في واحد اللحظه. سيت هو يريح حدايا واحد الراجل كبير ولحيتو بيضة باينه فيه مدوز. قال لي مقبيله وانت هنا مالك غير ساعي وكتبان مهموم؟ قلت ليه الا عاودت لك محال تيقني. قال لي غير هضر. وانا نقول مع راسي اش خاسر واش غادي نخسر الا عاودت ليه. المهم رسحيت ليه وبديت كنعاود ليه. شويه وهي تقول لي واحد المراه مالك ولدي داوي غير بوحدك؟ بوحدي؟ تلفت للسيد لقيت غير البرد. وات فاك. المراه كانت باركه في الكرسي اللي جنبي شي نص ساعه وانا كندوي غير بوحدي. اواه واش بديت كنتسطا ولا شنو؟ نتقص الدار وهذه غير البدايه. ملي قربت للدار باش نمشي نقصي عند واحد مول مسمن حدانا، تما كانوا ورايا جوج ديال الرجال كيهضروا على شي ولد كان مسكون ونجربوا معاه كاع الحلول. مي والو في الاخر تسطا. انا كي سمعت هاد الهضره تسدات ليا الشهيه. بقيت كنقول مع راسي شتي الزعامه ديالي فين وصلتني. انا اللي كنت ناوي نضحك ونشط في هاد الصيف شوف فين وصلت. واش درت شي درب نساها عليه هادشي؟ جمعت الوقفه وخلصت السيد واخا ما كليت والو. ما كانش عندي مين يدوز وقصت الدار. فاش دخلت بديت كنشم الريحه ديال الحريقه. اواه اش هادشي؟ حليت الباب ودخلت بالزربه قصدت الكوزينه، ولكن ما لقيت والو. الحمد لله غير كنت خاين. صافي نسيت هادشي ومشيت لبيتي شعلت البلاي وبقيت كنقصر، وداك الشعور ديال الوناسه وانا ماشي بوحدي ما بغاش يفارقني. وكنسمع التقرقيف في الدار.
هادشي كله وبقيت كنحاول نقنع راسي بلي راني غير كنتخايل، وانا ما قادش نوض نشوف اش واقع حتى داني النعاس. وملي فقت لقيت راسي مشلول ناري. اش هادشي؟ هزيت عيني وهي تبان لي ديك ختنا ديال الدوش. صافي، هنا العقل ديالي طار من بلاصتو، وكل ما كنتش مشلول كنت لاحيت مسترشم. ما دواتش معايا، ولكن عينيها خلاوني نغيب عاوتاني. وملي فقت لقيت جنابي كلهم مسرقين والحميم عضوض وعنقي فيه شي قمشات ضربت على المكانة لقيتها يلاه 6. ويلي، اش هاد العجب؟ هادشي كله مازال ما طاح الظلام، ومن قلت الزهر ديك العشية تقطع الضوء، وهادشي كله مازال صابر. كنقول دابا يفرج الله. مهم، مشيت للحانوت جبت السماعة، درت الكيت وخدمت الراديو في التليفون. واحد شوية وانا نسمع الباب تردخ، وانا سديتو من قبل. بديت كنقرا في القرآن ولساني غادي وكيتقال عليا. شوية داك الشمع طفى غير بوحدو، شوية وداك الشمع من طفى بوحدو بدات تقرقيب في الدار، وانا مبقيت كنشوف والو. وحسيت براسي تصرفعت، بغيت نغوت ولكن ما قدرتش. شي شويه وانا نسمع واحد الصوت ديال المراه دواليه في ودني، قالت لي يا انت واعر ياك، اليوم غادي تتخلص. وانا نتهز من الارض وتخبط وعاود تهزيت وتخبط. من بعد ما بقيتش عاقل على التوزه، ما غنفيق غير على الاذان ديال الصبح. من تما مبقى جاني نعاس، بقيت حل عينيا حتى الصباح. ضربات ديك 8 وانا نسمع الدقان في الباب. في الاول ما بغيتش نحل، كيحسب ليا غير كنتخايل ولا شي حاجه. شويه كنسمع الصوت ديال رشيد. حليت مع شافني في ديك الحاله قال لي مع مضاربت يا مسخوط. قلت لي اش من مضاربه؟ قال لي مال وجهك هكا. مشيت ضربت الله في المرايه وانا نلقى حالتي تشفي العدو، كل دمايات وعينيا زرقين. مهم، ما فيا ما يتشاف. غسلت وجهي ومشيت ريحت مع رشيد وبقينا داويين. وقال لي بلي خاصنا نسافروا عند واحد الفقيه نعتوه ليه شي ناس، وهاد الفقيه كاين في سيدي بن النور وقاطع يدو من يد الرحمن. كيعاودوا عليه بلي مشعوذ في شكل. من بعد مشيت ندوش وخليت رشيد كيوجد الفطور. وملي ريحنا قلت لي علاش انت ما وقع لك والو، غير انا بوحدي اللي تمستيت. قال لي يا انا راني محسن راسي حتى شي حاجه ما توقع ليا. قلت ليه ياك ديك الساعه حصلني حتى انا، عاد جرب هاد المرض. قال لي اللي عطا الله عطاه، دابا نوض جمع الوقفه ويلا نشدو الكار. هي هاديك. مشينا للمحطه قطعنا وبقينا كنتسناو الكار حتى جا. من بعد شدينا الطريق ديك الساعتين هكاك، داز علينا بحال العام. الطريق كلها وانا غير كنخمم. ملي وصلنا قصدنا واحد الدوار، وداك الدوار عالم بوحدو، بنادم مجرتل وموسخ. وكل 2 خطوات كتلقى شي 2 عيالات مناتفات. يا ربي السلامه. والبعالك فيهم قلة الحياة. كاين اللي يدوز من حداك عريان، ولا كاين اللي لابس غير الكاسون، ولا لابس تريكو بوحدو. فيما ندخلو مع شي دريبه يخرج ليك بعلوك عمي اعطيني درهم. وصلنا لواحد البراكه غير الشوفه فيها كتزعزع القلب. وملي دخلنا لقينا بزاف ديال العيالات، اللي باغا تزوج اللي باغا تثقف. مهم ما تبقاوش تثيقوا في المستاجات. 3 ساعات وحنا كنتسناو في نوبتنا. عاد وصلت ودخلنا للبيت، وحنا نلقاو واحد الشارف دير بحال جاك سبارو، والبيت عنده كله مجامر ودخان. قال لي جلس زهير. انا تعجبت وقلت لي باش عرفتي سميتي؟ قال لي ريح بلا ما تبقى تسول، نعرفكم لا جيتو. ما نكذبش عليكم، كنت على بونت وغادي نخرف سروالي حاشاكم. وحتى رشيد براسو تخلع، وكيفاش داك خونا حتى عارف علينا كل شيء. مهم قلت ليه ودابا السي الفقيه تقدر تقول لي شنو وقع؟ قال لي نتوما حضرتو جنيه وماشي اي جنيه، راه ملكه ديال واحد القبيله اللي حضرتو. نبشركم غير ملي مازال باقي عندك العقل ومازال حي، راك مرضي. قلت ليه واش كاين شي حل؟ عطاني واحد الحجاب قال لي علقو في عنقك. هاد الحجاب غادي يبعدك عليها بشي 3 ايام هكاك. فهاد المده خاصك تمشي عند واحد الفقيه في الصخيرات، ولكن الطريقه تكون صعيبه حيت هاد الملكه الجن غتصيفط ليك الجنون اللي معاها باش ما يخليوكمش توصلوا على خير. خديت داك الحجاب وعطيته 100 درهم وشدينا الطريق بحالنا.
فاش علقت داك الحجاب حسيت براسي شويه مرتاح، ولكن عندي غير 3 ايام وخاصنا نمشيو للصخيرات بكري. وفاش كنا راجعين صونت ليا الوالده. الو زهير، لاباس؟ كنت بغيت نقول ليها ما لاباس والو اميمتي. اجي، راه تقدري تلقاي ولدك نتاحره ولا هبل. اجي نشوفك اخر مره، اجي نشم ريحتك اميمتي. مي شديت فراسي وقلت ليها كيداير الجو عندكم تما؟ قالت لي والله وليدي ما مرتاحه من جهتك. قلت ليها ما تخافي والو، راني بخير، ها رشيد معايا سوليه. مهم قالت لي بلي غادي يزيدوا شي ايامات تما. ساليت معها الهضره. مهم ساليت معها الهضره ورجعت نخمم في حريرتي، ومنين غنجيب 4000 درهم؟ انا يلا عندي 2000 درهم. الدويره ديال النجاح في الباك ورشيد عنده 1000 درهم، خاصنا دابا 1000 درهم. من بعد وصلنا للدار ويصوني التليفون، لقيتو يونس. تقدروا تقولوا هذا خويا، تعرفت عليه ملي كنت في السابعه وديما كنجيو في نفس القسم. الو، مالك راس الطار وطيف في التليفون؟ قلت ليه نتلاقاو ونعاود ليك. درنا نتقاشعو من هنا ساعه في الكافي. انا خرجت ديك الساعه، مشيت بقيت كنتسنى فيه، ورشيد مشى يقضي شي غراض. من بعد وصل يونس شافني كلي مفرشخ، قال لي ياك ما ضربتي عاوتاني قبل شي مستاجة؟ قلت ليه يا ريت كون هادشي بصح. بديت كنسرد ليه من نهار جا رشيد حتى الفقيه اللي خاصني ليه 4000 درهم. قلت ليه دابا عندي 3000، واش تقدر تصوفيني في شي 1000 درهم؟ قال لي جاتك ويلي، واش انت ساوي عندي غير 1000 درهم؟ مهم دار معايا باش يدوز عندي للدار ويجيب لي فلوس. تفرقت معاه ورجعت للدار، لقيت رشيد مازال ما رجع. بقيت كنتفرج في التلفازه بين ما جا، لقيت واحد البرنامج وثائقي كيهضر على هادشي ديال المس الجن وداك الشيء. واحد من هادوك اللي جاو في هاد البرنامج كيعاود ليهم قصتهم باللي كان ساكنو جن، ما كانش كيتحكم فيه 100%. كيعاود ليهم باللي بعض المرات كيحط يدو على شي حاجه كتشعل فيها العافيه. وواحد المراه كان معاها جن العاشق، وديما بالليل كيجي ينزل عليها حتى رجليها وما كيحسوا بالو. في الصباح المراه كتفيق مهلوكه، كتقول بلي بحالها كانت في علاقه جنسيه مع راجلها. واحد النهار راجلها ما كانش معاها وما كانش بيت معاها. واحد الليله وداك الجن جا في صيفط راجلها، وهي كيحسب ليها النساء راجلها، وراكم تما. ومن بعد عاد عاقت. مهم انا ما كملتش هاد ليميسيون حيت جا رشيد وجاب معاه شي تواشا على قبل الصفر. وشويه كنسمع يونس كيعيط، طليت عليه مسترجم. قال لي نزل. هبطت عنده وعطاني الفلوس وقال لي امتى غادي تمشيو للصخيرات؟ قلت لي مورا العشاء غنتحركوا للمحطه. قال لي المحطه؟ مالك واش مريض ولا شنو؟ انا هنا وبغيت نمشيو في الكار. قال لي شوف الدار مسافرين، والوالد هز الطوموبيل الكبيره حيت العائله كلها مشات، ورا الجولف 6 خلاها عندي. يلا نتقاشعو مورا العشاء. وقبل ما يمشي جبت لي 1000 درهم. قال لي هاك دابا الفلوس ديال الفقيه واجده. ومع قال الفقيه وانا نتفكر هضرته بلي الطريق ما غاديش تكون سهله، وانا نقول ليه يونس بلا ما نعذبوك معانا، ما بغيتكش تطيح في شي مشكل بسببي. قال لي اتزم فمك ولا غادي نهرسو ليك. قلت لي راه الفقيه اللي مشينا عنده قال لنا بلي الطريق تكون صعيبه علينا. قال لي موت وحده اللي كاينه، نشوفك مور العشاء. طلعت للدار وقلت راشد بلي دبرت للترونسبور للصخيرات علي روتور. قال لي كيفاش؟ قلت ليه واحد عشيري هو اللي غادي يدينا بالطوموبيل ديال باه. هي هذيك. وجدنا راسنا شويه هو يكلاكسوني يونس، هبطنا هو يقول لي طلع حدايا. المسخوط يا وجه المصايب. شدينا الطريق شويه يونس عيا وقال لي نسوق بلاصتو، وصاني باش ندير المازوط. مهم ضربوها بنعسه بجوج وخلاوني نحل عينيا في الطريق. وصلت لواحد ستالاسيون لقيت واحد الشيباني، قلت ليه دير شي 200 درهم المازوط. قال لي واخا زهير. انا في الاول فاش سمعت سميتي ما ديت ما جبت، ولا نقول ليه فين كتعرف سميتي؟ قال لي انا اللي كنت معاك في الكورنيش. وات فاك. وقال لي غدا غيكون نهار طويل عندك. مازال ما كملش هضرتو عفطت على الكسيراتور عفطه وحده. هذيك الخلعه وليت كنحس براسي غير كنكسيري، رجلي ماتت عليا. من بعد ساعتين ديال السوقان فاق يونس وكمل الطريق. شي شويه بدا كيغوت وكيقول الفران ما بغاش يشد، والزمر شد 140 كيلومتر في الساعه. صافي وليت كنشوف الموت وانا ما كنصلي ما والو.
باش غادي نلاقي ربي. امي مسكينه، انا اللي كتشوف فيا الضو وانا الدري اللي عندها. جينا نضحكو هجرناه، ومع الطوموبيل فيها بواط فيتاس اوتوماتيك ما حتى غدا وكتكسيري حتى وصلت ل 180. انا صافي غمضت عيني وبديت كنشاهد شويه، كنحس بالسرعه كتنقص ويونس كيقول صافي هو رجع الفران. وكل ما كانتش الطريق خاويه كنجمعونا في الميكات بحال التقليه. شويه بانت لينا البلاكه ديال الصخيرات بقى ليها 800 كيلومتر ونوصلوا. وقفنا في واحد ستالاسيون، كلينا شي لعيبات ودرنا المازوط، ومن بعد كملنا طريقنا. ما وقفنا حتى وصلنا عند السيد. مهم فاش ولينا للدار كيحسب لينا غلطنا في العنوان، حيت ديك الدار واقف حداها غير الحديد اللي راكتم ناضي. من بعد تاكدنا بلي هذيك هي الدار ديال الفقيه اللي نعت لينا المشعوذ. داك السيد معروف البركه ديالو، بلاد ما كيعيط ليه من الاخر ديال الدنيا. دخلنا شدينا نوبنا 6 سوايع وحنا كنتسناو. عاد وصلت نوبتي. انا دخلت عنده، مع الدخله حسيت براسي في شكل ومرتاح. جلست حدا السيد وقال لي مالك شنو عندك؟ عاودت ليه شنو وقع ليا، وقلت ليه باللي قال لي واحد الفقيه باللي حضرنا ملكه الجن. واش هادشي بصح؟ ويشد ليا في يدي وبدا كيقرا عليا شي حاجه ما فهمتهاش، وقال لي الفقيه عنده الصح، وهاد الملكه من اخطر الجن اللي كاينين، ما غتفرق معاك حتى تقتلك. انا في هاد اللحظه شدتني البكيه، تلفت في رشيد ويونس، لقيتهم كيشوفوا فيه واحد الشوفه ديال الشفقه وبحال فعلا مت. درت عند السيد وقلت ليه واش ما كاينش شي حل؟ قال لي كاين، ولكن واعر عليك، النتيجه ديالو وحده من جوج، يا اما تشافى يا اما تموت، ما كاينش شي خيار من غيرهم. قلت له غير توكل على الله، انا كنفضل نموت ولا نبقى حياتي كلها كنتعذب. قال لي سير اغتسل وتوضا واجي عندي. مشيت درت داكشي اللي قال لي ورجعت بقيت كنتسنى حتى خرج من عنده واحد السيد، حيت دخلوا في الوقيته اللي مشيت ندير فيها داكشي اللي قال لي. من بعد دخلت قال لي نعس على ظهرك. تكيت، هو يدير لي القطران في نيفي وبدا كيقرا عليا في القران وانا كنحس بالراحه. شويه غيبت واخا هكاك بقيت كنسمع صوت القران. مي واحد اللحظه بديت نحلم، داك الحلم ما عرفتش واش حقيقي ولا نيت حلم. مهم شفت ديك ختنا الجنيه، ولكن هاد المره جاتني في صفه زوينه وقالت لي صافي سخيتي بيا، فين باغي تمشي وتخليني؟ ياك انت اللي حضرتيني، وعلاش بغيتي تخليني دابا؟ قلت ليها اشنو بغيتي مني؟ قالت لي بغيتك انت، ومدت لي يديها وقالت لي يلا معايا، واللي بغيتيها غتكون ليك. انا مديت ليها يدي حيت الصفه اللي جات بها واعره وعجباتني. شويه تمينا غاديين وانا نتفكر الوالده وخوتي والاحلام ديالي، داكشي كله كيدوز قدام عينيا، وما حدنا غاديين وصوت القران كينقص. شويه ما بقيتش كنسمع والو. وصلنا لواحد الباب، دخلت هي ويلا بغيت ندخل وانا نسمع واحد الصوت خارج من داك الباب كيقول لي عندك تدخل، رجع منين جيتي. مي ديك ختنا قالت لي ما تسمعش ليه، راه باغي يخرج عليك. ويلا بغيت نحط رجلي في الباب باش ندخل وانا نسمع داك الصوت عاوتاني، ولكن هاد المره كان مجهد وقال لي هرب. فهاد اللحظه علقت وما عرفتش راسي حتى فين غادي نمشي، ولكن ديك الجنيه طارت عليا وقجاتني. شويه رجعت لي هذيك الصفه الخايبه اللي شفت في الدوش، ونقول بعدي مني داكشي اللي وقع راه غير بالغلط، وهي تقول لي غادي ندي روحك الا مبغيتيش تمشي. انا ما عرفتش اش طرا ليا حتى وليت كنقرا في القران وهي تبدا تحرق قدامي وانا نهرب. شويه بديت كنسمع صوت القران، بقيت تابع داك الصوت حتى وصلت لواحد البلاصه فيها الضو بزاف. مع دخلت وانا نفيق لقيت رشيد ويونس عينيهم حمرين. قلت مع راسي هادو مالهم؟ تلفت للسيد لقيتو كيشوف فيا بواحد الطريقه في شكل بين فيه مصدوم. قلت لهم مالكم مصدومين اش وقع؟ شاف فيا الفقيه وقال لي نوض ولدي على سلامتك، وراك رجعتي من الموت، حيت في واحد اللحظه فقدنا فيك الامل وصحابك كيحسب ليهم باللي متي وبداو كيبكيو عليك. قال لينا نوضوا دابا سيروا توضاو، راه العصر غدا وخصنا نصليو، من بعد ناكلوا شي حاجه خفيفه ونهضروا. قال ليه رشيد راه الناس كيتسناو فيك، اش غدير معاهم؟ ويجاوبوا بلي الناس غيمشيو بحالهم حيت كيكمل مع العصر. المهم توضينا وقبل ما نصليو قال لي انا ورشيد خصنا نسلموا، حيت داكشي اللي درنا راه كفرنا به واخا غير بالغلط، ورشيد كان خاصو ضروري يتوب
المهم عاودنا الشهاده، وانا قال لي بلي خاصني نتعاود في الختانه. هو الضفك اش تيقول هذا راس القرعه؟ واش مريض ولا شنو؟ بديت كنشوف فيه بديك النظره ديال التعجب. هو يقول لي ما تخافش، داكشي غادي يكون غير سطحي. المهم درنا داكشي ومشينا صلينا. فاش كنا كنصليو كنت كنحس بالراحه وبحال حيدت عليا حمل ثقيل. من بعد جاب لي القص والمشروبات، طحنا عميين في داك الماكله، تقول سيمانه ما واكلين النعمه. وفاش بغينا نرجعو بحالنا عطانا شي بخور وبدا كيوصينا على الصاله ويعاود مره واحده اخرى. جا يونس بغا يعطيه الفلوس، حلف ما بغا يشدو منه. قلت في خاطري اصلا ديك 4000 درهم زايده فينا، نرجعو بحالنا نديرو شي قصاره 5 وانا نتفكر هضرتو وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من بعد شدينا الطريق وحنا غاديين وكنشوف الدنيا وكنحس بحال يلاه تزاديت شويه. ما عرفت كيفاش كنحس براسي، بحال كنتسنى فشي حاجه نلقاها في الطريق. وانا نتفكر ستاسيون اللي وقفنا فيه ملي كنا جايين الطريق كلها. بقيت حاضي في داك البلاصه والو، في بلاصتو كاين غير الخلا، يعني داكشي كان غير كذوب. المهم من بعد ما وصلنا بحالنا حطنا يونس حدا الدار ومشى بحالو. طلعنا وارتاحينا شويه وفي العشيه رجعنا بثلاثه بينا. المهم دوزنا دوك الايامات ودرت الماساج وشي بومادات باش يتحيد مني اثر الضرب. بقيت هكاك حتى جاو مالين الدار. هاد الساعه هما ما فراسهم والو، ولكن لاحظوا فينا بلي ولينا كنصليو داخلين سوق راسنا. مي مع ذلك ما قالوا والو، عجبهم الحال. الوالده كنت عارف اش داز عليا محال واش تصبر. مي قررت انا ورشيد باش هاد السر يبقى بيناتنا حتى الممات. المهم من هادشي كامل ما تحاولوش تجربوا شي حاجه خصوصا اللي كتعلق بالسحر والشعوذه وهادشي. حسانه دازت ليا سالمه وقدر ربي يحفظني، ولكن نتوما ما عرف كيفاش غتكون قصتكم. يعني من الاحسن بعدوا لهاد العالم حيت خطير بزاف.